لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير، ومرحبا بكم في فيديو جديد. شكون دايز من الطريق؟ غبرت عليكم كما العاده، ولكن اختار ما ندير هادشي اللي عطا الله قبلوا عليا. كتعياو باش تكتبوا لي في التعليقات رشيده وفين غبرتي واش كديري، ولكن اختي راه كنعجز نصور فيديو نمونطيه نحطو وداكشي كنعجز عليه صراحه. ما كنتمشي لكم هي الحقيقه اختي، كيما نتفلسف عليكم مشغوله. لا هي صراحه كنت مشغوله ولا كانت عندي الخدمه وداكشي، ولكن المهم لقيت هذا النهار هذا عندي فيه شويه ديال الوقت، وقلت راه نشارك معكم تقطيعه اللي غادي ندير لشعري. الحاجه اللي كتخوف البنات هي ملي كتلمع شي وحده، هي ملي شي وحده كتلمعني كنقول غادي نقطع شعري. او هي راه شنو غديري؟ واش حماقيتي ولا هبلتي ولا تلطيتي ولا مالكي؟ تقطعي شعرك غتندمي، غديري غتفعلي غتركي. ما تخافوش اختي، غادي نقطعو على طولتو، غادي يبقى ليا طويل. ولكن البنات بغيتكم تعرفوا واحد الحاجه، راه ماشي اي وحده عندها شعر طويل صافي راه ما خصهاش تقطعو. خصنا نشوفوا بعدا واش هذاك الشعر مناسب لهذاك الجسم، لان كاينه وحده طويله وحده غلاده وحده قصيره وحده ضعيفه. بحالي انا قصيره وضعيفه فما يصلحش ليا شعر طويل نهائيا. انا ملي كنطلق شعري ياك كنبان لكم بعدا، ملي كنطلق شعري كيغطي لي على ظهري بزاف، ما كيشوفوا طويل بزاف وهابط على الحزام. وما الشعر خاص يكون واصل لي انا حد هذا الحزام هذا، لانه كيغطي عليا لانني قصيره وضعيفه. فهاد الشعر صراحه لشي وحده طويله وتكون عامره يلا غادي يجي معاها هي هذيك. انا مغطي لي على ظهري بزاف وما كيبقاش نبان. وكاينه عاوتاني على حسب كل وحده، كاين اللي وجهها عامر وجهها ضعيف وجهها طويل وجهها قصير، كل وحده وشنو كيجي معاها. ولكن انا اختي راه ما كيهمنيش هادشي كامل، اختي راه باغا نقطع شعري من الاخر. توحشت واحد الذكرى اللي كنت كنديرها شحال هذه في 2015 2016 يمكن حتى 2014 كنت كنديرها، ولكن مؤخرا تشهرت بزاف ولاو الناس كيعرفوها بزاف، اللي هي كتردي شعرك كامل للقدام وكتقطعيه، وملي كتقلبيه كتجيك واحد الذكرى دي واعره بلا ترتر بزاف. حيت انا كنهضر بزاف وهذا الشيء انا كنهضر حدا الكاميرا، اما اللي جلستي حدايا مفياش نهضر بزاف. المهم يلا اختي نوريكم الطريقه اللي غادي ديروها. اول حاجه خاص البنات يكون شعركم ديجا مصاوبينه. الا كان شعرك فيه تمواج يفضل انك حتى تصاوبيه مزيان، تطلقيه بالبلاك اولا بالسوشوار، ديري هكا غير توشينغ خفيف، اولا ديريه بالبلاك غير في الدار، باش ملي كتقلبيه وكتقطعيه كيجيك مقادد. فهمتوا؟ كيجيك مقاد، كتجيك التقطيعه مقاده، ما كيجيكش شي قصير شي طويل. غادي نحتاجو 3 الحاجات فقط. حاجه وحده، بغيتي تفزقي شعرك فزقيه، هو يفضل انك تفزقيه، ولكن انا ما كنهتمش، ما غاديش نفزقو، مقص ضروري باش طالع بحال هادي. وهاد الباندا بواحد الميكه بحال هادي اولا اللي كان اختي عندك حطيه باش يطيح عليه الشعر. اختي انا فين اللي نقلب على الشعر زغبه بزغبه، وهذا شعري غادي يتشتت كامل في الارض. غادي نهبطوا راسنا بحال هكذا، واهم حاجه في هادشي هو المشيط. ضروري خصنا نمشطوا شعرنا مزيان 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 باش ما كيبقاوش داك الكتل ديال الشعر مجموعه لداخل. وغادي نستعينوا بواحد المشطه بحال هذه، المشطه اللي كتكون رقيقه هي اللي كتهبط لينا الشعر مزيان. غادي نجمعوه باندا القدام حدا الجبهه، ضروري يكون مزير مزيان باش ملي كيتزير انت كتحكمي في الشعر باش ما كيتخربقش لك العبار. عاوتاني نعاودو نمشطو الا بقى لينا الشعر مجموع لداخل باش كيهبط كامل في دقه واحده. هنا عاوتاني كنعاودو نجمعوه بلاستيك باش كنتحكموا في العبار ديالو باش ما يبقاش باش ما يعذبناش في التقطاع، سيرتو البنات اللي شعرهم قوي، او باش ما يخربقش لينا العبار. اوكي صافي دابا كنشوف شحال غادي نقطع. وهذا هو راه واخا شحال ما قطعتي كيبقى طويل ما تيقصرش. هذه التقطيعه اللي فيها زوين انها ما كتقصرش لك شعرك، يعني ما تخافي من والو انا شعري كيقصر ولا شي حاجه. بالنسبه انا شعري حيت قوي تبارك الله وصل على النبي، فغادي نقطع شويه بشويه، لان المقص ما غاديش يقطع ليا داك الشعر كامل لانه مجموع، فهمتوا؟ فغادي نقطع غير شويه بشويه حتى نكملو كامل، لانه الا بديتي كتقطعيه كامل غادي تخربق لك التقطيعه وما غاتجيكش مزيان. صافي نقطع شويه بشويه بلاتي عليا، وفي الاخر نقطعو مخربق. من بعد غادي ندور لواحد الجهه يا اليمين يا اليسار، عقلي على اين جهه دورتي، وغادي نقطع داكشي اللي بقى زايد لتحت
وبنفس الطريقه الجهه الثانيه عاوتاني غادي ندور بحال قبيله دورت جهه اليمين، دابا غادي ندور جهه اليسار، وبنفس الطريقه غادي نعاود نقطع هذاك الشيء اللي بقى زايد عندي لتحت. هاد المرحله هذه مهمه بزاف، كتعطي واحد النتيجه زوينه. من بعد غادي نشدو، غادي نقطع بطريقه عشوائيه باش ما يجينيش مقاد بزاف اكثر من القياس، باش كيجيني مخربق من تحت، عرفتوا؟ دابا نجي نشوف اختي كيفاش جات التقطيعه. ارتاحيت والله الا ارتاحيت، واحد الراحه ما نقولش لكم. باقي ما خصوصي تصاوب صراحه، غتبان تقطع، ولكن دابا غير شوفوا ليا، شوفوا هاد التقطيعه هذه هي هكا كتجي، شفتوا هكا كتجي، ولكن انا ما بغيتوش يبقى عندي طويل من تحت. شفتوا راه واخا قطعتو راه بقى طويل، يعني بقى على طولته ولا ديغرادي. شو هنا كنشوف كيفاش غتجيني الجمعه الا جمعته، راه بقى ديغرادي، يا راه تقطع ديغرادي ولكن بقى لي على طولته، يعني ما قصرش، باقي ما قصرش. شفتوا يعني قصر غير من الجناب، ولكن انا ما بغيتش هذيك الزياده ما بغيتهاش، بغيت نحيدها. غادي نفرقوا عاوتاني في النص، هاد المره نفرقوا في النص، غادي نجمعوا بلاستيك كيف ما كتشوفوا، وغادي نقطع داكشي اللي زايد. نتوما الا ما بغيتوش ما ديروهاش، ولكن انا حيت طلع لي فراسي طويل بغيت نبدل شويه. بنفس الطريقه غادي نمشط مزيان ونقطع من تحت بطريقه عشوائيه بحال هاد الطريقه هذه، باش ما كيجينيش مقادد مزيان. صافي دابا مزيان هكا دابا حد ارتاحيت ديال بصح. دابا شوفوا دابا مزيان، دابا اوكي. صراحه كنت باقا باغا نزيد نقطع منه، ولكن بلاش، الاحسن صافي حتى المره اخرى عاوتاني. دابا غادي نقطعوا القصه، غادي نجيو للجنب ديال الحاجب وغادي نطلعوا على شكل مثلث بنفس الطريقه. من الجهه الثانيه غادي نطلعوا على شكل مثلث نوصلوا لداك الزاويه، وغادي هنا غادي ناخذ العبار اللي باغا ندير. انا ما باغاش نقصرها، لا فرونش ما كتعجبنيش قصيره بزاف. غادي نخليها طويله. شفتوا كيفاش جيت العبار تحت فمي؟ صافي قطعت واحد شويه، ومن بعد غادي ندور لواحد جهه اليمين ولا اليسار، عقلوا عليها. نقطع داكشي اللي زايد بنفس الطريقه، غادي ندور الجهه المعاكسه عاوتاني، غادي نقطع داكشي اللي بقى زايد، وغادي ندير داك الطريقه اللي درتها قبيله، داك الطريقه اللي مخربقه غير ما صورتهاش. صافي شوفوا كيفاش جات، بقات على طولتها وجات ديغرادي واعره. ملي غتصور تشوفوها كيفاش جات. شوف اختي، واخيرا قطعته واخيرا ارتاحيت. ودابا غادي نصاوبو باش نشوفوا التقطيعه كيفاش جات. غادي ندير ليه غير بابيليز، راه سخن، غادي غير نبوكلي شويه من تحت. شفتوا شحال قصار؟ راني باقا ما حليتوش، درت ليه بابيليز وراني باقا ما حليتوش البنات. يلا نحلو معاكم، ولا عرفتوا شنو غادي ندير لكم شي تحيره. يلا ها حنا دابا مزيانين، شوفوا راه باقي طويل، زعما راه ماشي قصرته بزاف، ولكن شوفوا لي عافاكم غير التقطيعه كيفاش جات. بلاتي نشوف في المرايه. خصني نشوف في المرايه من جات من اللور. جات واعره، جات زوينه كيما داكشي اللي كنت باغا انايا. عجباتني. دابا اختي غادي ندير هاد السيروم، خديته من واحد المحل في شفشاون، عادي زعما ماشي شي ماركه ولا شي حاجه. نديرو باش يعطيني شويه ديال اللمعه لشعري، وباش يهبط شويه ناري البنات. واحد الريحه ديال الورد يا اختي، واحد الريحه ديال الورد ما نقولش لكم. ناري انا غادي ارتاحيت فاش قطعت شعري، ارتاحيت الحمد لله. شوف اختي، الا كان شعرك طويل غير زعمي اختي على هاد التقطيعه هذه، ما تخافي ما والو. انا اختي قطعته قدامكم وبقى طويل، كيبقى لك زعما على طولته، يعني ما تخافيش، ما يخسر ليك ما والو، وبالعكس كيعطي الفوليم. بالنسبه حتى البنات اللي عندهم الشعر خفيف تصلح لكم هاد التقطيعه 100%. رايكم
رايكم كيهمني، نخليو لي تعليقاتكم، وما تنساوش تدخلوا عندي التيك توك وانستغرام، نخلي لكم سميتي هنايا رشيده المسداري، وما تبخلوش عليا بلي لايك. باي باي.